السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم سر الرقم الذي يكرره شريف أومري في أغانيه. قبل البدء يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أعزائي المشاهدين، لكل من لا يعلم من هو شريف أومري سوف أختصر عليكم قصته. هو مغني راب كردي سوري من مدينة القامشلية، وهو أول من غنى بالراب وأدخل أنماط وموسيقى جديدة على الفن الكردي بشكل خاص وفن السوري بشكل عام. شريف أومري ذاك الصوت الذي يعشقه الملايين، وخصوصي أغنية مادموزيلا التي أشعلت ضجة كبيرة في وسط الفن بين العرب والأكراد والألمان. يقول دائما شريف في أغانيه 3 أرقام 702، وحقيقة هذا الرقم هو أن شريف أومري اعتقل في سوريا بتهمة الغناء باللغة الكردية، حيث سجن لمدة شهر، وكانت باب الزنزانة والإضبارة تحملان نفس الرقم، والأمر الذي خلق عقده وجعله يتذكر ألمه ومعاناته في كل الأغاني التي يغنيها. في البداية عانى كثيرا، ولم يكن أحد يفهم ما يقوله وما يعنيه، فقد رفض من قبل المجتمع بشكل قاطع، ولكنه لم يستسلم وقرر أن يكمل مشواره. شريف يحب قوميته كثيرا، وهو لا ينكر أصله في كل أغانيه، متواضع مع جمهوره. بداياته كانت كوميدية، ثم غنى أغاني عن الوضع الاجتماعي. شريف أومري يعشقه الأطفال والكبار والصغار. كيف تشكيش أصلاً يرتقي لك؟ شو هذا شريف أورتي؟ قال لك خلاص كيش أصلاً قال لك؟ كيش أصلاً قال لك؟ كيجاني؟ قرر في البداية عدم ترك وطنه وبقي في سوريا لمدة 5 سنوات، لكنه هدد بالقتل وأجبر على ترك سوريا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شريفو fans. My government is wanted. Go yekit yem banker. For freedom he's singing.